حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتعيين لجنتين مؤقتتين لإدارة شؤونهما قرارات تاريخية تم خضع عنها اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود الصباح. آخر العلاج الكي، الطريق الحكومي نحو حل الأزمة الرياضية المحلية. دشن بحل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم المحليين وتعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية وآخر لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم. اجتماع ماراثوني لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة انتهى إلى قرارات حاسمة يترقبها الشارع الرياضي منذ أيام تقضي بحل اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة المحليين. قرار الحل صدر بإجماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومسببا بمخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم وعدم تعاونها في إزالة تلك المخالفات والإصرار غير المبرر على ذلك وعدم تمكين المختصين بالهيئة في مباشرة عملهم في الرقابة المالية كما ورد في نص قرار الحل الصادر عن الهيئة العامة للرياضة. ونص القرار أيضا على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد جابر العلي ونائبه المهندس دعيج خلف العتيبي بالإضافة لتسعة أعضاء آخرين. كما نص القرار على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة فواز مبارك الحساوي ونائبه أسد حاج تقي بالإضافة لخمسة أعضاء آخرين. وحسب نص القرار الصادر عن الهيئة العامة للرياضة كلفت اللجنتان المعنيتان بتمثيل دولة الكويت رياضيا محليا وخارجيا واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة المخالفات التي ارتكبها مجلسي الإدارة المنحلين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة حيالها بما يضمن صون وحماية الأموال العامة. وفيما يلي قائمة بأسماء الأعضاء باللجنتين المؤقتتين لمدة 6 أشهر والتي من المقرر أن تتوليا الاختصاصات المقولة لمجلسي إدارة اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم. وللحديث حول هذا القرار المهم للشارع الرياضي الكويتي يتحدث إلينا عبر الهاتف الدكتور صقر الملا مستشار وزير الدولة لشؤون الشباب. أهلا بك معنا سيد صقر، ومباشرة إلى الموضوع، ما هي حيثيات قرار حل اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة المحليين وتعيين مجلسي إدارة مؤقتين؟ اولا مساك الله بالخير اختي بسمه، مساك عليك وعلى الاخوه المشاهدين ومشكورين على الاستضافه. بالنسبه لقرار الحل اليوم، قرار الحل استند الى العديد من التجاوزات الماليه وهي مخالفات ماليه بشكل ادق حتى اكون انا موجود فيها بوضوح اكثر. اليوم بالنسبه للجنه الاولمبيه الكويتيه هناك عهد تفوق مبالغها في نصف مليون دينار لم يتم اغلاقها بالشكل الذي تم اقراره في التعاميم والقرارات الصادره من الهيئه العامه للرياضه. هناك ايضا عدم تمكين فريق التفتيش من اداء مهامه
في الرقابه على المال العام وعلى الامور الماليه الموجوده في الاتحاد الكويتي لكره القدم او اللجنه الاولمبيه الكويتيه. هناك الامتناع عن الرد على مخاطبات الهيئه، هناك عدم تنفيذ احكام القضاء. اليوم كان هناك حكم قضائي بتمكين او باجبار اللجنه الاولمبيه الكويتيه لاصدار كتاب يعترف بنادي الرمايه كممثل وحيد للرياضه الكويتيه خارجيه ومعاملته كاتحاد رياضي، ولم يتم تنفيذ هذا الحكم بالرغم من ان هناك كتب انذارات عديده تم توجيهها له في الفترات السابقه. نعم. بالنسبه للاتحاد الكويتي لكره القدم ايضا هناك عدم تسويه واقفال عهد ماليه بمبالغ تفوق نصف مليون دينار، عدم تمكين لجنه التفتيش ايضا من اداء عملها، الامتناع عن الرد على مخاطبات تستفسر فيها الهيئه عن حسابات الاتحاد، وايضا هناك مخالفات ماليه تتعلق بميزانيه الاتحاد عن السنه الماليه وهي المنتهيه ب 31/3/2016، ومنها كان هناك تم ملاحظه هناك ديون على الاتحاد الكويتي لكره القدم بمبالغ تفوق المليونين دينار، بالرغم من ان النظام الاساسي حدد في موارد الهيئه الرياضيه وهو الاتحاد الكويتي لكره القدم، حدد موارد الاتحاد ولم يحدد بان الاتحاد الحق في اقراض اخذ قرض او دين. وكذلك اللائحه الماليه في سنه 2001 من الهيئه العامه للرياضه منعت الاقتراض او اخذ دين على الهيئات الرياضيه، وهذا ما حصل بالعكس. ولهذا كل هذه التداعيات اليوم مجلس اداره الهيئه وفقا للمذكرات القانونيه وللتعاميم وللقرارات وتطبيقا لاحكام القانون وجد هذا القرار اليوم لابد منه بحل مجلس اداره اللجنه الاولمبيه والاتحاد الكويتي لكره القدم وتعيين لجان انتقاليه. طيب دكتور صقر، بالنسبه للجان، ما هي اولويه الاجنده المطلوبه من اللجان المؤقته فيما يخص حل ازمه الرياضه؟ اليوم رقم واحد هي اصلاح اللجان، هدفها الاساسي والاول هي اصلاح المخالفات الموجوده حاليا. الهدف الثاني وهو جمع البيت الكويتي مره اخرى وتصليح الاوضاع. رقم ثلاثه اليوم راح يكون مهمتها هي الدعوه لانتخابات جديده لاحضار مجلس اداره جديد وفقا لرغبه الجمعيه العموميه، وهذا راح يكون طبعا بعد انتهاء مهمتها اللي موجوده في القرار. فاليوم كل شيء متعلق في اللجنه الانتقاليه ذكرنا. طيب دكتور صقر، هل تتوقعون تصعيدا من الخارج ضد قرارات اليوم وكيف ستتعاملون معها ان حدثت؟ اليوم اختي نجمه، اليوم انا لحتى اكون واضح امام الاخوه المشاهدين، اليوم لو كان اي قرار موجود من الهيئه العامه للرياضه، لو حتى تكتبين في بسم الله الرحمن الرحيم او تكتبين في اي اسم موجود ممكن استغلاله من الخارج وممكن تجيره بالشكل الذي يرونه مناسبا. اليوم المشكله الاساسيه هي من الهيئات الرياضيه الموجوده في الكويت، وهذا كان واضح من خلال المفاوضات التي تمت مع اللجنه الاولمبيه الدوليه بواسطه الامم المتحده. اليوم متى ما رغبت الهيئات الرياضيه ممثله بالانديه الرياضيه والاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه الكويتيه في اي قوانين يتم تشريعها، هنا تنتهي المشكله. فاليوم الهدف الاساسي هو اصلاح الرياضه الكويتيه من الداخل، وهذا هو الهدف، وبدات خطوات الاصلاح وان شاء الله يعني تنتهي برفع الايقاف الرياضي ان شاء الله بالمستقبل القريب ان شاء الله. باذن الله. كل الشكر لمستشار وزير الدوله لشؤون الشباب الدكتور صقر الملا. فيما دشن مغردون هاشتاج حل اتحاد الكرة والذي تمكن من تصدر قائمة الهاشتاجات وارتفع عدد التغريدات فيه بسرعة كبيرة عقب صدور قرار بحل اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية. لقى القرار ترحيبا وارتياحا واسعا في الشارع الكويتي كخطوة على طريق إصلاح الرياضة في الكويت. انتهى قبل قليل الاجتماع الماراثوني لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وذلك بإصدار قرار حل للجنة الأولمبية الكويتية وكذلك مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم. وعلى ضوء هذا القرار تم تعيين الشيخ فهد جابر العلي الصباح رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية، وكذلك السيد فواز الحساوي لإدارة شؤون اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي لكرة القدم. وبعد هذا القرار كانت هناك عدة آراء ردود أفعال من قبل الشارع الرياضي والمواطنين. والله متفائلين خير ان شاء الله، واتمنى ان بعد فعلا ايقاف الرياضه الكويتيه ما حقق الميداليات وما اخذ مو باسم الكويت، فالشيء هذا حيل ضايق خلقنا. ان شاء الله نستبشر خير بالامور هذه، وان شاء الله يا رب تكون بدايه انفراج ازمه لنا كرياضيين، وبالعكس ان شاء الله كل قرار لصالح الكره الكويتيه، الرياضه الكويتيه بشكل عام ان شاء الله. طبعا نتمنى هذا الشيء يصير ان شاء الله، لان صراحه الكره الكويتيه يوم وقفت خلاص وقف كل شيء بالكويت.
الناس طبعا تتذمر بالشيء هذا، لان عندها شيء بالنسبه لهم شيء حلو بالنسبه للكويت، المباريات شغلات لما يشوفونها. بنفس الوقت المنتخبات وين صارت، وين صرنا احنا. نتمنى يصير في حل وبنفس الوقت تطوير للكره الكويتيه بالموضوع هذا. بالعكس يعني انت مؤيد القرار؟ طبعا انا مؤيد القرار هذا ان شاء الله، وان شاء الله بادره زين، ان شاء الله نستمر بالشيء الزين لهم ان شاء الله بدنا، ونقدر الجهود اللي قاعد يسوونها الحين ان شاء الله ان يضبطون امورهم ان شاء الله. اتمنى الايقاف هذا يكون عابر، واتمنى ان تكون حلولها مبسطه جدا، والروح الرياضيه موجوده عالميا، مو ليس دوليا ولا خليجيا، عالميا، وان شاء الله يكون نزوه او شيء عابر باذن الله. متابعة لأجواء الحدث الرياضي الأبرز لهذا اليوم وتبعاته وردود الفعل عليه، ينضم إلينا مباشرة من أمام اتحاد كرة القدم مراسل تلفزيون المجلس حسين الصايغ. مرحبا بك حسين، وصف لنا المشهد من هناك. يبدو أن هناك خلل تقني في الصوت، إذا نكمل النشرة ومن ثم نعود لحسين من جديد.